السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا عمري؟ انتو طمنوني عنكم، ان شاء الله يا رب الكل بخير وصحة وعافية. اشتقت لكم خيرات الله. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح نعمل بإذن الله أكلة كتير طيبة، بطاطا مسلوقة هيك وتغيير شكل للولاد، يعني أكلة لذيذة وسهلة وسريعة. وكمان رح أفرجيكم كمالة المشتريات اللي جبتها على العيد إلي وللولاد. فخلونا هيك نكمل الفيديو مع بعض، بس قبل كل شي خلونا كلياتنا نكسب الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهون يا صبايا شاركتكم طريقة عمل اللبن والجبنة من الحليب. مثل ما شفتوا كنا جايبين كمية حليب حطيتهم بطناجر لحال، انه الكمية اللي بدي اعملها جبنة بطنجرة لحال، والكمية اللي بدي اعملها لبن كمان بطنجرة لحال. اللي بدي اعملها جبنة حطيت على النار بس دفيتها شوي لحتى يفتر الحليب معي، بعدين يعني يصير فاتر. وبعدين حطيت له هيك ربع ملعقة صغيرة منفحة، ورجيتكم حتى علبة المنفحة اللي استعملتها. ذوبت خميرة الجبنة اللي هي المنفحة يعني بشوية حليب صغيرة، وبعدين هيك صبيتهم على كامل كمية الحليب، هيك حركتهم، وبعدين غطيت الطنجرة بمنشفة وتركتها على جنب. بالنسبة للكمية اللي بدي أعملها لبن فتركتها على النار لحتى تغلي هيك كذا غلوة كتير منيح. وطبعا ننتبه انه ما يفور الحليب على الغاز، بتعرفوا يعني متى ما فار الحليب على الغاز عن جد مشكلة عويصة، وخصوصي انه ريحة الحليب هيك قوية وبتعلق بالمطبخ. فبعد ما نطفي النار بنترك الحليب لحتى كمان يصير فاتر، يعني ما بدي يكون الحليب لا ساخن ولا بارد. وبعدين جبت شوية لبن، هيك 3-4 ملاعق لبن، حطيت لهم شوية حليب هيك خفقتهم، وبعدين صبيتهم على كامل كمية الحليب اللي بالطنجرة وحركتهم. ونفس المبدأ تركتهم تحت منشفة شي 3 ساعات تقريبا، بيكون اللبن صار جاهز. طبعا بعدين لازم ندخله على البراد لحتى يتماسك. بالنسبة للحليب اللي عملته جبنة فبنخليه تحت المنشفة تقريبا من ساعة لساعة ونص، بيكون صار جبنة يعني. بعدين بنحطه بقماشة، يعني بنفضي الجبنة بقماشة رقيقة تحتها مصفاية وطنجرة لحتى تنزل السوائل فيها، وبنترك الجبنة لحتى تتصفى تماما من السوائل اللي فيها، يعني تقريبا 3-4 ساعات بدها لحتى تتصفى تماما. وبعدين بتتقطع بالحجم اللي بتحبوه، وطبعا نغلف كل قطعة هيك كتير منيح من كل الاتجاهات بالملح. وبعدين بنحط القطع بمرطبان، وما بيحتاج طبعا انه نعمل محلول ملحي لانه الجبنة لحالها بتصير هيك بتنزل مي يعني. وللأسف المقطع اللي ورجيتكم فيه الجبنة لما ملحتها وحطيتها بمرطبان، يعني النتيجة النهائية للجبنة دورت على المقطع كتير بالاستوديو عندي ما لقيته، يبدو اني حازفته، ويعني انا مو منتبهة لانه بتعرفوا احيانا ذاكرة الموبايل بتمتلي فبضطر اني احذف مقاطعه هيك، فيبدو اني حازفته لهذا المقطع من غير ما انتبه. هو على كل حال يعني بإذن الله تعالى مع الأيام بالفيديوهات الجاي أكيد رح تشوفوا نتيجة الجبنة المنزلية واللبن كمان المنزلي اللي بعمله بالبيت، لأنه سبحان الله يعني كل سنة مثل هالفترات يعني بعمل اللبن والجبنة بالبيت، لأنه بيكون الحليب متوفر يعني. وعن جد يا صبايا سبحان الله طعمتهم أطيب وأفيد وحتى أوفر والله. بقى خبروني صبايا، هاتوا لشوف انتو كيفكن، شو عملتوا على العيد؟ ان شاء الله يا ربي هيك تكونوا خلصتوا تعزيل. هلا انا من ناحيتي صبايا امبارح واللي قبله واليوم يعني عن جد حرفيا ما عم الحق اني اقعد، يعني اليوم قلت هيك بسجل صوتي هيك على السريع على هذا الفيديو وبنزل لكم اياه، لانه طالما انه وعدت الصبايا يعني اني انزل فيديو تكملة المشتريات، يعني عن جد سبحان الله عم نركض فرد ركضه وما عم نلحق أحيانا. وبتعرفوا يعني عيد وتعزيل وتنظيف وأطفال صغار ونزلات سوق ومشتريات، وبالإضافة إنه حاولنا هيك نجتهد بالعبادات هيك قدر المستطاع. الله يا ربي هيك يجعلنا ويكتبنا من اللي عفى عنهم وغفر لهم، ويجعلنا من عتقاء النار. وإن شاء الله يا ربي كل سنة وأنتم سالمين ينعاد علينا وعليكم يا رب، على الأمة الإسلامية وعلى الجميع بالخير واليمن والبركات يا رب. هوني صبايا عم أعمل الفطور. أول شي مثل ما شفتوا سلقت البطاطا هيك حطيتهم على الجنب، وقلت بحط شوربة العدس على النار. فحطيت هيك شوية زيت، شوحت بصل جزر بطاطا وشوحت العدس كمان معهم، وبعدين حطيت رشة كمون ورشة كركم، وحطيت مرقة دجاج، كان في عندي مرقة دجاج بالبراد قلت بحطها مع الشوربة هيك بتعطي طعمة طيبة بما أني ما بستعمل مكعبات الماجي مع الأكل.
ايه والله، وحطيت الشوربة على النار هيك، تركت الشوربة لحتى تستوي ووطيت النار تحتها. وبعدين جبت البطاطا اللي سلقتها، قشرتها بالأول وبعدين هرستهم مثل ما شفتوا، وهنا عم حط لهم التوابل. فحطيت لهم رشة كمون، رشة فلفل أسود، وملحتهم، وحطيت لهم كمان هيك نتفة زيت زيتون. وبعدين قلبتهم مع بعض كتير منيح. وبعدين بقى جبت عندي هيك مقلاية، حطيت فيها شوية زيت، وبدي أشوح بصلة مقطعة على الناعم، وحطيت عليها صدر دجاج كمان هيك مقطع مكعبات صغيرة، وحطيت رشة فلفل أحمر ورشة فلفل أسود، وكمان حطيت شوية الدرة يا صبايا عندي اياها مفرزنة من الصيف. وبعدين تركتهم لحتى يستووا مع بعض. وكأني نسيت انه اذكر دبس البندورة، حطيت كمان ملعقة دبس بندورة مع الحشوة مشان اللون، يعني حبيت انه الحشوة يطلع لونها احمر، بس فينا نستغني عن دبس البندورة. وبعدين بدي هيك اتركهم لحتى يستووا مثل ما قلت لكم. بعدين جبت عندي صينية الفرن، حطيت على صينية الفرن ورق الزبدة، وبعدين فردت البطاطا على ورق الزبدة. وبعدين بدي احط على البطاطا الحشوة اللي عملتها، حشوة الدجاج مع الذرة والبصل. وبعدين بدي احط فوقهم جبنة الموتزاريلا. وعلى فكرة صبايا، فينا نحط مع الحشوة أي نوع خضرة نحن بنحبها، مثلا فينا نحط فلفل مقطع، فينا نحط فطر كمان بيطلع طيب. ايه وبس هيك والله. بعدين بندخل الصينية على الفرن انه دقايق بس مشان هيك تدوب الجبنة وتسيح ويتحمر الوش. وعن جد ما شاء الله بتطلع كتير طيبة. هالأكلة عملتها مرتين خلال الشهر الكريم، وعن جد ما شاء الله الأولاد كتير بيحبوها. يعني هو بشكل عام الأطفال بيحبوا البطاطا وأكلات البطاطا، وعن جد هي الصينية يعني تغيير شكل للولاد، بالإضافة إنه فينا نعتبرها هيك أكلة صحية وطيبة كتير. وهون قطعت صينية البطاطا، قطعتها بس مشان يعني أصور وأرجيكم إياها يعني. وبعدين رجعت فوتها على الفرن بعد ما طفيت الفرن طبعا. مو الفرن هيك بيضله دافي، فقلت مشان تضل الأكلة سخنة، كان بقيان لسه شوية وقت على الأذان، فقلت بهالأثناء بجلي الجلي اللي تكون بالمجلة مشان بعد الإفطار ما انصدم من كمية الجلي. واليوم آخر يوم الصيام. عن جد يا صبايا سبحان الله، يعني قديش هيك الشهر عن جد ركض يعني، حتى حاسة إنه ما شبعنا منه سبحان الله. عن جد كأني يعني لسه امبارح كنا عم ننظف ونعزل يعني مشان شهر رمضان، وهلأ عم ننظف كرمال العيد. بتحسوا أحيانا عن جد إنه سرعة الأيام هيك مخيفة. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى هيك القبول، والله يتقبل يا رب منا ومنكم هيك صالح الأعمال، وإن شاء الله يا رب الله يستجيب لك كل دعاء دعيناه، والله يا ربي هيك ينصر كل الدول المستضعفة بالعالم. اكتبوا لي بقى انتو شو طابخين اليوم. أنا بصراحة شايفت لكم إنه اليوم يعني كأني مالي مرق للطبخ، رح أعمل هيك شي خفيف سريع. عن جد بصراحة ملينا من الطبخ والنفخ كل يوم. الله المستعان، الله يا ربي هيك يقوينا. مع إنه بدكم الصراحة يعني حتى من غير رمضان كل يوم في طبخ بصراحة. بتعرفوا يعني ما شاء الله نحن عيلة كبيرة وأطفال صغار، بس شو الفرق إنه برمضان هيك شوي صغيرة بنهتم بالسفرة أكتر، إنه طالما في صايمين بالبيت هيك وأطفال صغار صايمين، فبنحاول إنه نغذيهم هيك ونعوض لهم. بغير أيام فينا مثلا نحط شو من كان يعني على السفرة، أحيانا حتى بنعمل هيك أكلات سريعة كتير. الحمد لله رب العالمين، كل شي مع العافية طيب. الله يديمها يا رب نعمة الصحة والعافية علينا وعليكم يا رب. الله أكبر الله أكبر. وهون صبايا صورت لكم هيك شوي من السوق، ما شاء الله عن جد كان في عجقة وأجواء حلوة بتجنن. هي العجقة عن جد بتحسس الإنسان إنه يعني إنه في عيد، يعني أجواء عيد. بس أنا مشكلتي شو هي يا صبايا، إنه بس اتواجد بمكان هيك مزدحم ما بعرف شو بصير فيني، يعني بصير لي هيك مثل دوخة، وخاصة لما بتكون النزلة بعد يوم الصيام، إنه بعد الإفطار يعني بحس حالي عن جد هيك دايخة وتعبانة بعيد عنكم.
عن جد حسيت حالي لو اني نزلت قبل الافطار كان حيكون وضعي احسن. اي والله الحمد لله، المهم انه تيسرت وهيك توفقت بالاغراض. هون اول شيء قلت بفرجيكم الشوزات اللي جبتها، الصنادل للبنات، الله يكرمكم يا رب. فاول واحد طبقته مع فستان بنتي انه صار تقريبا نفس اللون، والتاني واحد الابيض لبنتي صغيره جبته ابيض، بتعرفوا الابيض ما شاء الله بيلبق مع كل الالوان. وكنت ناويه بصراحه انه اجيب لاختها كمان يعني نفس الموديل ونفس اللون، لانه بما انه عندهم نفس الفستان يعني، بس ما لقيت قياسها فاضطريت انه جبت غير موديل وجبت كمان غير لون. جبت اسود لانه كمان بيلبق مع كل الالوان. والبوط الاسود الزغطور جبته ليحيى، الله يا ربي هيك يتم شفاءه على خير. لما لبسته اياه استغرب وما حب، يعني صار انه يحاول انه يشلحه. الحمد لله رب العالمين، عقبال يا ربي هيك ما يلبس برجله ويمشي يا رب بإذن واحد أحد. وهذا جبته لإلي، حسيته حبيته يعني، حسيته مريح وصيفي، وجبت لون أسود إنه بيلبق مع كل الألوان، بيلبق مع كل شيء. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات إذا حبيته أو لا. جبته ب10,000 دينار عراقي. هلا بصراحة الأسعار عن جد غالية، الله المستعان. لما حكيت الأسعار بالفيديو الماضي في تعليقات وصلتني إنه نحن بمناطقنا الأسعار رخاص، وبنفس الوقت في تعليقات قالت إنه الأسعار حلوة وبمناطقنا الأسعار أغلى بكتير. فما بعرف يعني، حسيت إنه سبحان الله في اختلاف يعني بالأسعار حسب اختلاف المحافظات العراقية. بالنسبة لصنادل البنات الله يكرمكم جبتهم ب9,000، الواحد منهم ب9,000، وبوط يحيى جبته ب4,000 دينار عراقي. ورجيتكم تياب يوسف ابني الكبير، جاب عزوقه بصراحة، اعطوني رأيكم بالتعليقات بذوقه. وهون تياب بنتي الوسطانية كمان هي جابت عزوقها، لأنه يعني كانت يعني نزلت معنا على السوق يعني. هي اختارت قميص وتحته بلوزة بيضة وبنطال أسود وبوط أبيض، عفوا منكم. هلا بالنسبة للسعر الأسعار، القميص جبته ب13,000، البلوزة البيضة القطنية جبتها ب3,000، والبنطال جبته هلا خليني أتذكر، اللهم صل على النبي، يمكن ب15,000. عن جد ضعت يعني بصراحة، ضعت بين الأسعار والأغراض اللي جبتها. والبوط حسيته عن جد غالي، جبته ب13,000. هلا عن جد الأسعار غالية يعني، ما بعرف إذا هي غالية هيك خلقة ولا لأنه عيد عم بغلوا هيك من عندهم، ما بعرف، الله المستعان. بالنسبة هون عم ورجيكم تياب بنتي الكبيرة، جبتهم على ذوقي أنا. جبت لها قميص وبنطال جينز لون فاتح، والبوط كمان طبقته مع لون القميص هيك لون بيج، جاي بيج على كريمي يعني. كتير كتير حلوين وكتير لبقلة يعني، كتير طلعوا حلوين على اللبس. وجبت لها كمان هذا الفستان الزهر اللي عن جد كتير عجبني، موديله هيك جاي كله زم من عند الخصر وكمام طويلة، هو شوي مفتوح من عند الرقبة بس عادي فيها تلبس تحته بلوزة مثلا بيضة بما انه يعني هي محجبة. المهم انه جبت لها، وحتى جبت لحالي الفساتين بكمام طويلة، هي اهم شيء لحتى ما نضطر انه نلبس تحتهم شيء او نلبس فوقهم شيء، لانه بحس انه هيك بينتزع كل الموديل. وهذا جبته الي بيجي هيك مكشكش من تحت وعريض، وقماشته بتشبه الساتان، بصراحة ما بعرف بالضبط يعني، ما كتير بفهم بالقمايش. المهم انه عجبني موديله ولونه فجبته، بيجي هيك واسع ومريح حسيته. والتاني كمان هلا رح تشوفوا هون عم ورجيكم اياه، جبته كمان هيك عجبني، كمام طويلة زم من عند الكمام ومن عند الخصر، وفي شريطة هيك بتتربط من قدام، كمان عجبني. اعطوني رأيكم انتو كمان هيك بالتعليقات اذا حبيتوا او لا. جبت الواحد ب20,000، حسيت لكم انه تياب الكبار ارخص بشوي من تياب الصغار. وبس هيك والله خلص الفيديو. لا تنسوا لي اللايك، الله يجبر لي بخاطركم يا رب، يسعد لي قلبكم. بترككم بأمان الله وحفظوا رعايته، وبحبكم كتير كتير في الله.